سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده بمناسبه الدخول المدرسي. راح نقترح عليكم هذا البسكوي ولا الكاطو تحضروه لولادكم، يديوه معاهم كوتي كل صباح، يعني خمتشوا لهم من برا، توجدوا كميه وتحطيها في العلب، وكل يوم تمدوا لهم الصباح يا يشربوا به الحليب ولا يديوه معاهم المسيد. وصفه بزاف بنينه سهله ويجي احسن من يتباع برا، خفيف وبزاف بنين. قبل ما ننسى راح نخلي لكم وصفات اللي درتهم تاع بسكوي وكاطوات مناسبين ديروهم لولادكم كي يروحوا يقراو. راح نخليهم لكم اسفل في صندوق الوصف. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نتمنى لكم فرجه ممتعه. نبداو بسم الله في طريقه التحضير. نحتاج حبه بيض بدرجه حراره المطبخ. البيضه ما لازمش تكون بارده. نزيد عليها رشه تاع الملح، ملعقه صغيره لافاني. نخلطهم بالفوي شويه، من بعد نبدا نزيد عليهم كاس ماشي معمر تاع السكر حبيبات. نبدا نضيف فيه بالتدريج ونخلط حتى نحسوا الخليط ديالنا بدا يبيض. هنا ما تحتاجوش تستعملوا الباتور، بالفوي فقط حتى نكملوا كميه السكر بهذه الطريقه. بعد ما خلطنا السكر مع البيضه مليح، نبدا نضيف عليهم كاس الى ربع تاع الزيت، ايضا نضيفه بالتدريج، وكل ما نضيف كميه نخلط بهذا الشكل. المقادير راح نخليهم لكم مكتوبين اسفل في صندوق الوصف بهذا الشكل حتى نكمل كميه الزيت. بعدها نضيف الحليب، كاس حليب وربع كاس، نحتاجو كاس حليب وربع كاس حليب. هنا خلطوا بالعقل برك باش ما طرش لكمش الحليب. من بعد نضيفوا النواشف، نحتاجو 2 كيسان فارينو، لازم تغربلوا عفوا الفارينو، ونزيد عليهم 12 غرام خميره الحلوى اللي هي خميره كيميائيه. نغربلوها مليح هكذا باش يجيكم جينواز خفيفه. نخلط الفرينه مع السوائل مليح حتى نشوفوا الخليط ديالنا ما فيهش تكتلات تاع الفرينه، يكون الخليط صافي. نخلطوا حوالي دقيقه فقط. من بعد في الاخير نضيفوا ملعقه صغيره خل ابيض. الخل راح يخلي البسكويت ديالنا هشيش وخفيف، وكي نكونوا ناكلوا فيه راح تحسوه بلي مشرب، والبسكويت ديالنا ما شربناش بالسيغو. وهذا هو القوام تاع الخليط اللي تحصلنا عليه، يكون خفيف. هنا خديت سنيوه الابعاد ديالها 30 سنتيمتر على 40 سنتيمتر، فرشت لها بابي كويسون. البابي كويسون كنت مسحته بالبانسو بالزيت باش كي يطيب البسكويت راح يتنحالي بكل سهوله. نفرغ الخليط في السنيوه. المقادير اللي مديتهم لكم راح يكونوا مناسبين السنيوه تاع 30 على 40 سنتيمتر، ماشي سنيوه اكبر منها، لانه اذا كان درتو سنيوه اكبر من 30 على 40 سنتيمتر راح يجيكم البسكوي رقيق وما راحش يجيكم مملح. بعد ما وزعت الخليط في السنيوه ندخلوها طيب في فرن يكون مسخن مقبل على 170 درجه. نطيبوها من تحت من 15 الى 20 دقيقه. بعد ما تطيب من تحت نحمروها من الفوق شويه. بعد ما طاب البسكوي وخدا اللون الذهبي وهو سخون نغطيوه بالطرشون ونخليوه حتى يبرد مليح. خليوه فوق طاوله العمل حتى يبرد تماما. بعد ما برد البسكوي مليح نعاود نقلبو على الطرشونه كيما راهو موضح في الفيديو، ونحيلو البابي كويسون راح يتنحى لكم بكل سهوله وما راحش يلصق لكم. من بعد نحي كامل الجوانب، نستعمل سكين حاد ولا تاع المنشار اللي نقطعوا به الخبز. نحي كامل هذوك الجوانب يكونوا شويه يابسين. كي تكونوا قطعوا غير بالعقل هكذا باش ما يتفتت لكمش هذاك البسكوي. من بعد هنا تاخذوا متر ولا مسطره كيما حبيتوا. هنا قست في الطول لقيت 38، كي قسمتها على 2 خرجت لي 19 سنتيمتر. كيما راكم تشوفوا هنا ندير اشاره بالموس كيما راهو موضح على 19 سنتيمتر هكذا، باش كي نقطع البسكويت ديالي راح يجوني نصفين متساويين بهذه الطريقه، ونقطع بالسكين. من بعد هنا استعملت شوكولاته الطالع، نسحقوا 2 مغارف كبار شوكولاته الطالع عفوا، ونحاول نسويها كامل في فوق النصف الاول تاع البسكوي.
زوج مغارف كبار تاع شوكولاته خدينا راح تكون كافيه، ما تحتاجوش اكثر. وزعوها كامل على النصف الاول تاع البسكوي بهذه الطريقه. هنا بعد ما كملت سويتها نقلب النصف الثاني على النصف الاول كما راه موضح في الفيديو. كي حطيت نصف ثاني من البسكوي تقسم لي شويه في الجوانب، لكن عادي ما راحش ياثر وراح يتغطى بالشوكولا. من بعد نغطيها مليح بالطرشونه وحطوها فوق سنيوه ولا صحن يكون كبير، ودخلوها للمجمد مده 20 دقيقه حتى تتماسك مليح، ونقدروا نقطعوها الى قطع صغيره. هنا بعد ما قعدت في المجمد 20 دقيقه كنت حطيتها فوق سنيوه هكذا باش تسهل لكم ترفدوها وما تتقسم لكمش. الان نقسموها الى قطع صغيره. استعملت الميتره كما قلت لكم، ميتره ولا مسطره، قسمتها الى نصفين. في العرض قسمتها 9.5 على 9.5، وفي الطول قسمتها على 4. واني نحدد بالموس هكذا باش كي نقطعها راح يجوني قطع متساويه. كي تدخلوها المجمد راح تكون العمليه جد سهله، وهذيك شوكولاته الطلاء تكون متماسكه وما راحش يتحركوا لكم هذوك لي بسكوي. هنا بعد ما قسمتها القطع جاوني كبار كما راكم تشوفوا، الحبار هي كبيره الله يبارك. عاودت انا قسمت كل قطعه قسمتها الى نصفين كما راهم موضح في الفيديو. كل وحده تقسم القطع كما حبت، كاين تحب الحجم الكبير ولا الحجم الصغير. انا كي قسمتهم هكذا لو كان ديروا كما درت انا حتى تحصلوا على 16 قطعه. هذا الحجم الصغير وهذه الحبه الكبيره. بالعاني ما حبيتش نقسمها باش تشوفوا الفرق بين الحبه الكبيره وحبه صغيره. هي من الاحسن كي تقسموها على حبات صغار. انا خديت كميه من الشوكولاته تاع التغليف ذوبتها في حمام مائي، خلوها تكون سخونه هكذا باش كي تكونوا تغلفوا بها هاد لي بسكوي ما راحش تاكلكم بزاف شوكولا. كما قلت لكم الشوكولا خلوها تكون سخونه مليح باش تتغطى لكم تمتم هذوك لي بسكوي وما تاخذ لكمش كميه كبيره من الشوكولا. الفيديو راه موضح. وهاد الشوكولا ما ضفت لها لا زيت لا حليب، كيما تذوبوها كيما تخلوهم بهذه الطريقه. واستعملوا بابي كويسون هكذا باش كي تنشف لكم راح تنحى لكم بكل سهوله وما تلصق لكمش. هنا بعد ما كلاصيتهم ندنيهم شويه باش يتنحى لنا هذاك الزائد وما تجيناش معمره بالشوكولا من تحتهم. قطعه تاع البسكوي قبل ما تغلفوهم لازم يكونوا باردين، تكونوا خرجتوهم من المجمد باش تغلفوهم بالشوكولا هكذا باش يكونوا متماسكين وتغلفوهم بكل سهوله، ما يكونوش يتحركوا وما يطيحوا لكمش هذاك الفتات تاع البسكوي، لانه كي ما يكونوش باردين راح يتفتت لكم هذاك يطيح لكم الفتات تاع البسكوي في الشوكولا. بنفس الطريقه نكملوا تغليف كامل الحبات اللي بقاو لنا ونخلوهم ينشفوا حتى تنشف لكم هذيك الشوكولا. بعد ما تماسكت الشوكولا هذا هو الشكل ديالهم. بالنسبه للخطوط اللي درتهم من الفوق خديت كميه من الشوكولاته بالحليب وشوكولاته بيضاء ذوبتهم على حمام مائي وحطيتهم بوشادوي ودرت الخطوط كما راهم موضح في الفيديو، ونخليهم حتى تنشف هذيك الشوكولا ولا هذوك الخطوط ينشفوا. هذا شكلهم بعد ما تمسكت الشوكولا. نقسم معكم حبه راح يجوا بزاف بنان، وهذاك البسكوي يجي خفيف كانه مشرب وحنا ما شربناهمش كامل كما راكم تشوفوا. هذه الحبه الكبيره اللي خليتها الحجم الكبير وهذه الحجم الصغير، من الاحسن نقطعوهم بحجم صغير راح تتحصلوا على 16 قطعه حجم صغير. راح نقسم معكم هذه الكبيره، هذه كبيره بزاف ما تقدروش تاكلوها كامل. نتمنى ان الوصفه تاعنا اليوم نالت اعجابكم وتجربوا الوصفه وباذن الله راح تنجحوا فيها. وصلنا نهايه الفيديو، نقول لكم تهلا في روحكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. سلام.